حبايب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا روتين جديد مع بعض. انا عارفه ان الروتينات بتحبوا. انتوا بتحبوا الروتينات وانا بحب الروتينات بصراحه، وبحب اتفرج على روتينات كتير بتاعت يوتيوبرات كتير. وبصراحه بلاقي الاهتمام كله او المشاهده كلها في الروتينات. انما اعمل اكل، اعمل تنظيف، بصراحه ما بتجيبش مشاهدات خالص. ما اعرفش ليه، مع ان بتتعب. الواحدة بتتعب بتبقى تتعب وتطلع لا فوق وتصور وتنزل وتمسح. يعني هو مش اللي انتوا بتشوفوه ده بس كده، يعني ممكن الحاجة اللي انتوا بتشوفوها في 10 دقايق بتاخد مننا ساعات عشان نخلصها ونصورها. فشد حلو شوية معايا في المشاهدات، ربنا يخليكم ليا. النهارده ان شاء الله نبدأ روتين جديد ونشوف هنبدأه منين. انا لسه لغاية دلوقتي معرفش ماشي ازاي. هو كده ماشي معاكم، وان شاء الله يبقى روتين كويس زي ما انتم متعودين. ويلا بينا. هنا بقى بعض المشتريات جبتها من تحت. دي الطماطم الصغيرة وكمان ما هياش جامدة، دي ب4 جنيه. دي الطماطمايه ب4 جنيه. هي شكلها حلو بس هي حمرا بس مش جامدة. انا جبتها عشان ايه؟ على طول الصلصة اللي عندي خلاص عيناها، في دي انا على طول باخد ايه، اعصر فريش كده على طول لايه، لاي خضار. دي ب4 جنيه الكيلو. جبت البرتقال السكري، الكيلو ب5. هو خلاص ده اخر، يعني اخر برتقان. هو والصيفي بقى اللي موجود اللي بنعمله ايه عسل. وجبت بيض الاحمر ب37 الطبق، ب39 الابيض هو اللي ب37. وجبت دقيق كان ب7 ما شاء الله بقى ب8 عادي. جبت نص شعريه بس مش عارفه بكام مع البيض والدقيق. وطبعا بالباقي طبعا كلكم بقى هتقولوا ايه، لا ام عمر جايبه البهارات في قرطاس. عم عبده حطيته له في قرطاس، قلت له هات بالباقي بقى، شوف الفكه وهات لي ايه كمون. فما اعرفش ده كام، المهم هيملى العلبه وخلاص مش مشكله. والله بيرجع عم عبده بيرجعنا للزمن الجميل. يحط في ورق بس، اهم حاجه ايه، ما يبقاش اكل، يعني هي بهارات مش مشكله. فافضي بقى الحاجه واظبط الامور. وده خاص كان مستخبي كان مستخبي مني على الرخامة التانية. فالربطتين ب5 جنيه. فمش عارفة بقى نظامه ايه. شغال. البرتقال هيقع والدنيا كده. شغال هنضفه بقى وهنسيبه ايه، منقوع في مية، وابقى احط شوية خل كده ايه عشان لو اي ميكروب او اي حاجة فيها يطلع. ده مضرب بيض. انا اللي شغاله بيه بقالي فتره، داخله في شهرين اهو. بتاع ماما سلفاه، كان بتاع مولونكس. فخدته منها انا في فيديو اللي هو التنظيف بتاع التلاجة وكده. وريكم الاتنين اللي عندي القدام خلاص كانوا باظوا، فاستلفت من مامتي حبيبتي ايه البتاع المضرب بتاعه. بقول لها طب ما تستخدمي، قالت لي لا ما انت بتعملي عندك وايه وبتجيب. قلت لها خلاص. بان صعبت على بابا بقى او عايز يرجع حقهم يرجعوا البيت، فايه جاب لي ده المضرب ده. طبعا كان المفروض اخد بتاع ماما اروح عشان اسلم واستلم، فبصراحه انا عملت سطو مسلح، فقلت ايه خليه شويه اما اجرب ده عشان ما نفعش وقف، يبقى انا عندي ايه الاستبن بتاعهم المونوليكس الاصل الفرنساوي. فالبابا بقى حبيبي لقيته جاب لي ده. يا عم الحاج ما جبتش مولونيكس؟ قال لي لا ده دي جميل وبيشكروا فيه، واي حاجه باظت فيه انا هجيب لك غيره. فخلاص بابا قال لي هجيب لك غيره. يبقى خلاص. ده جاي معاه اللي هو السلاح بتاع الخف. هما دخلوا في بعض يا عم الحاج اثبت. هبقى نظبطه. وده اللي هو ايه السرعات بتاعته لغايه 5. هو شكله لذيذ. فانا ركبت بقى دول وقلت لهم انا هروح اجرب بيهم كيكه. ربنا سهل ومشى معايا كده. خلاص ما كده هتلاقيه راجع لكم بالكرتونه وانتوا حرين فيه. بس هو ان شاء الله يبقى حلو. هو صيني بس تقفيل اكيد حاجه كويسه. يعني بصراحه اللي عجبني اللي هو اللي هو الخفق بتاعه دول متين، يعني الحديد بتاعهم متين مش استلس. فهنجرب بقى ان شاء الله كده. حتى ده بدل ما يعني هو على واحد، انا مشغلاه على واحد، بدل ما اقعد اعمل انا بايدي اغير وانا بشتغل، فالزرار ده تتك عليه ايه هو بيعلي معاكي السرعه بدل ما تبقى ايه
تقعدي 2 3 كده، لا خلاص انا هتك على ده تلاقيه هو ايه السرعه بتاعته بتزيد. هو شكله حلو واورنج جوه. طب كنتوا هاتوه بامبا، يعني نشتغل في التركي في التركي شويه، احنا هنتأمر. يلا نجربه بقى، هبقى اجربه ان شاء الله واقول لكم اخباره ايه معايا. هنا بقى انا نزلت الحكمدار، طبعا كلكم عارفين انه في الدراسات، فقلنا انا واصدقائي قاعدين بنلف. مش هجيب فطار. اصور ايه؟ البيت. انت عايزه البيت؟ صورت لك البيت. فهنا بقى كله جاي يجيب هدايا عيد الام. لا انا ما في حلقه تانية هجيب طه وهو يقول لنا الاسعار. احنا هنا بس كده ايه تفاريح بيكم. انا فرحانه بيكم. وهنا مفارش النيش وحاجات جميله. فهي دي بس مش حلقه مخصوص، انا هبقى اجي اصور مخصوص. فانا بس بوريكم ايه المعروض هنا كده، واحنا بنشتري حاجات للمدرسات والمهمهاتنا. مش هجيبك ما تخافيش يا اختي. لا ما تقلقيش مش هجيبك. وهنا المفارق بتاع الغسالات. وكله كان بيقول لي فين التركي وفين الحاجه اللي بتجيبيها. فالتركي ايه بره، بس احنا جينا متاخر ففي حاجات كتير ايه مش معروضه في حاجات التركي. هديكوا لقطه من بره برضو ايه لو لقينا حاجات من التركي اللي احنا عايزينها. ده برضو طقم كاسات برضو اللي عايز بقى يهدي ست الحبايب والمدرسين. بس مش المدرسين طبعا هنجيب لهم الكلام ده. انا طبعا ما اعرفش اسعار ومش ايه مش هسال عشان ابقى اجي اصور بقى حلقه ايه لوحدي ان شاء الله. ده طقم فاكهه، وده زي طبق فاكهه برضو او ايه للكحك كده بس مش متقسم. دي كلها العلب التلاجة اهي، ده كله بيخش الميكرويف. وهنا البولات اهي الصغيره بالمقاسات تنفع بقى للقناه حلوه قوي. وده اللي هو بره اللي هو علبه بالغطا بتاعها برضو ايه ممكن للتخمير او نعين فيها كيكه وده اول الالوان بتاعتها. ده ان شاء الله باذن الله نيجي كده نعمل حلقه جديده بقى هنا ايه عند الحكم ده. وفي هنا الطبق اللي هي البولات الجميله دي بقى بتاعت الرز بلبن او ام علي جميله. وفي التركي اهو المنظمات التركي اللي بيسالوا عليها هنا موجوده اهي منها الشفافه وملون. بس انا برضه ما سالتش على الاسعار عشان هنا زحمه ومش فاضي بقى ايه وكده كده. انا برضه عشان ايه معايا اصحابي وعايزين نشتري اللي احنا عايزينه ونخلص. يوم ان شاء الله بقى اجي ايه اعمل لكم جوله. وده اللي هي وهنا برضه بقى المره دي هصور لكم الغدا من الحلل قبل ما اغرق. عملت هنا اللوبيا جبتها من اللي هي ما فيهاش عين سمراء، الكيلو منها ب20. فعملت وسبكتها تسبيكه حلوه كده شمخه، ريحتها شمخه صلصه شمخه كده جميل. وهنا عملت طبعا البوتاجاز لسه يتعدل. طبعا الشوربه عشان ساقعه بس طبعا بعمل فيها الجزر وكده لونها جميله. ودي ورق اللورا. وهنا عملت الرز بس لسه ايه مدخن. النهارده غدانا حلال. طبعا اللحمه بقى تتحمر والشوربه ممكن اعمل لسان عصفور او اطنش يعني على حسب اليوم او على حسب الهده بتاعتنا. احنا هنكسر الدنيا هنا. لا دي تتاكل بالمعلقه كده. يا سلام يا سلام. اتفضلوا معانا. انا قلت هنا جرب يعني ما يباتش الا لازم يتجرب. يعني هو لسه جاي النهارده لازم نجربه عشان لو كده اشغل العربيه والف تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب بارك لي فيه يا رب وما تحرم منك يا بابا انت وماما. بسم الله.
مية مية. حتى استنى، حتى بتاع ماما كان بيبقى فيه هنا، دول بتوع ماما الصراحه، ما انا قلت لكم بقى انا لسه ما وديتهمش. فانا لا، بتاعي احسن ان شاء الله. يلا على البركه كده واخلص واعمل الكيكه بقى، وابقى اتصل عليهم بقى اطمنهم ان المنتج مية مية. كده انا وصلت بقى لاخر روتين النهارده. هو كان بسيط كده وخفيف، انا عارفه اللي هو مش طويل، بس على قد ما قدرت الحمد لله النهارده، عشان طلعت ونزلت كذا مره. اخر حاجه بقى بختمها، هعدل لسوفا الجدول بتاعه عشان الصبح لغايه اما اصحيه يكون الوقت عدى يعني. فانا هظبط هنا الجدول، هو عنده الانجليزي، ونطلع بقى الايه القديم بتاعه اللي هو الجدول اللي ما كانش موجود. هناخد المتابعه معانا اساسي، كراسه المتابعه بيكتبوا لي فيها كل يوم. وده اللي هي كراسات اللي الناس بقى بتعمل له الحرف اللي بياخده او النمبر، وهو ايه يلون. اكيد ده هو تلوين انا بقى ولا ايه؟ يلا. فكده انا هظبط لهم، وهم بقى يظبطوا، الكبار يظبطوا لنفسهم الجدول. انا كفايه عليا قوي. سيف يعني يقول ايه انا عايزه اعدل انا الجدول. قلت له ماشي يا حبيبي اتعلم، انا هحطهم لك كده وانت ايه الصبح ابقى احطه او حطه معايا. فاستنوني تاني في فيديوهات تانية، في روتينات تانية، ويا رب الروتينات تعجبكم. بحبكم كتير.